حلول للناس اللي راكبها الهم. اول حاجة الرضا والشكر. الرضا يعني واحد يرضى بالواقع بتاعه وبحاله وبحياته وبالحي اللي ساكن فيه. رضا يمكن في يوم من الايام يحصل تطور وابقى افضل، لكن انا دلوقتي راضي ولا ناقم؟ ارضى، اشكر، عشان اللي انت فيه ده نعمة كبيرة قوي حتى لو مش عجباك بالنسبة لناس تانية كتير. ارضى. كل الناس تعتقد ان علشان ناقصها حاجات مش عارفة تنبسط، ولو عندها الحاجات دي كانت انبسطت. الحقيقة صدقوني، من فضلكم صدقوني، لان انا ما بضحكش عليكم يا ولاد ولا ببالغ. انا شفت ناس عندها اللي لا تتخيل ومش عارفة تبتسم، وشفت ناس ما عندهاش حاجة والضحكة طالعة من قلبها بلا هم، بلا هم، بلا هم. واللي غاوي يعتل هم بيعتل هم عن كل حاجة. يعني أنا لن أنسى خبرة ربنا أراد إن أنا أخدها في حياتي لما رحنا نخدم في عشوائيات السودان، خدمة تبع قدس أبونا داود، بس أنا أخدت فوج من الشباب ورحنا خدمة هناك. شفت الحقيقة ما لم تره عين. أبونا اللي هناك قال لي في واحد عيان عاوزين نزوره. قلت له ماله؟ قال لي ممكن ناخد زيارة في السكة. قلت له ناخد زيارة في السكة. عارفين الزيارة اللي هناخدها ايه؟ هنا لما واحد بيعمل من حضراتكم بيجيبوا له ايه؟ شوكولاتة، ممكن ورد، الديبينز على يعني كل واحد وظروفه، يا شوكولاتة يا ورد. ملبس ده تبقى يعني الموضوع صعب شوية، لكن ماشي. عارفين هناك ابونا اخد له ايه زيارة؟ نص كيلو عدس ونص كيلو فول مدمس. وبعدين الراجل خرج مش قادر انسى منظره، عبارة عن جلد مشدود على هيكل عظمي، مفيش لحوم خالص ولا شحوم، لا لحم ولا شحم. انا لما شفته اتخضيت. فابونا اداله كيس زي الكيس بتاعتنا دي اللي بنجيبها، كيس البلاستيك ده، اداله كيس نص الكيلو الفول ونص كيلو ايه العدس. الراجل وطى باحساس بالشكر فوق الوصف. ليه تتعب نفسك يا ابونا؟ بيتكلم بالسوداني بس كان مفهوم قوي اللي بيقوله. ليه تتعب نفسك يا ابونا؟ كان كفايه حاجه من الاتنين، تجيب اتنين ده كتير قوي. كان ساكن في عشه صفيح وعليها زعف من فوق، جوه مفيش حاجه خالص. بينام على كرتون بتاع تلاجة. عارفين التلاجة لما بتيجي في كرتون؟ مفيش كهرباء، مفيش ميه، بس عنده كرتونه مفروشه هي دي السرير بتاعه على الارض، وفي قمة الشكر. وعنده احساس بالخجل، ازاي اتنين كهنة الله العلي يجوا لغاية عنده عشان يزوروه؟ ده اكيد ربنا راضي عليا قوي، واكيد الزيارة دي ليها معالم كتير. ويبص للكيسين كده ويقول كتير قوي يا ابونا، كتير قوي يا ابونا، وهو ما عندوش حاجة خالص. ما شفتش في حياتي شكر وما شفتش في حياتي رضا. الراجل ده حسيت انه يوم الدينونة هيدني انا، لان انا عندي بدل الجلابية 4 صيفي وبدل الجلابية 4 شتوي، وعندي شرابات دست، وعندي ايه ده؟ انا فين من الراجل ده؟ انا فين من الراجل ده؟ ده ممكن واحد يكون عنده بدل البنطلون 4 ويقعد على كرسي يتشد المسمار في البنطلون، يا نهار ابيض على التذمر والهم اللي يركبه بقية اليوم. ودوت ملفوف بخيش وبيشكر ربنا. هنقف قدام دول في يوم الدينونة نقول ايه؟ صدقوني ما انا عارف، بس انا مش قادر انسى المناظر اللي انا شفتها. اوعى تفتكر ان القدرة المادية هي اللي هتدي لك السعادة، لان اللي بره بعد ما اتعودت عليه حتى لو كان كتير في ايدك بقى عادي، لكن قلبك انت بيعرف يفرح، بيعرف يرضى، بيعرف يقنع. هو دي السؤال. احكي لكم حكاية حكيتها زمان قوي عن واحد اسمه البدراوي باشا عاشور. بدراوي باشا عاشور، الراجل ده كان ايه؟ عنده عزبة كبيرة قوي، الارض كلها بتاعته. في يوم من الايام بيتمشى في العزبة بتاعته او في الفيلا بتاعته اللي جوه العزبة، لقى صوت عجيب قوي. لقى واحدة بتغني وقاعدة بالفلاية تفلي في شعرها، فلاحة بسيطة قوي، ماسكة الفلاية. ما الفلاية دي كان زمان يحطوا جاز عشان ينعم الشعر،
والفلايه كده، ده زي الكوافير يعني بتاع اليومين دول، بس طبقا لامكانياتهم. هي كانت فلايه وشويه جاز، والمبسوط شويه بيحط زيت. المهم يعني، فقاعده في الفلايه وقاعده تغني حاجه بقى، مش عارف المغنيه مين ولا المغني مين، والراجل ماسك صفيحه بيطبل لها عليها. اخر انسجام، راجل ومراته، وساعه العصريه هي بتغني وهو بيطبل لها، بيلحن لها على الايه، على الاغنيه اللي بتغنيها. فالراجل البدراوي باشا عاشور ده نادى الراجل، جاب الغفير قال له هات لي الراجل ومراته. فدخلوا له، قال لهم انتوا بتغنوا ليه؟ الراجل البدراوي عاشور دوت القطر بيمشي في ارضه ساعه ومش عارف يضحك زيهم، مش عارف يغني زيهم، مش عارف ينبسط زيهم. فقال له انت بتغني اللي انت مبسوط؟ قال له الحمد لله نشكر ربنا ستر وغطا، هو في احلى من كده عيشه؟ قال له بتاخد قد ايه في اليوم؟ قال له 3 أبيض. 3 أبيض يعني 3 تعريفه. ده غير 3 تعريفه يعني قرش ونص، يعني الجنيه لما تفكه يبقى فيه 100 قرش، واخدين بالكم؟ يعني هو كل يومين بياخد 3 قروش من الجنيه، حاجه يعني في الشهر 45 قرش. مهما كان الجنيه زمان بقى وقيمته، برضه الجنيه ده بياخد 45 قرش. قال له عندنا شويه ذره في البيت وعندنا شويه قمح، وربنا بيحنن قلب الناس اللي يبعت لنا حاجه كده ناكلها، لكن احنا ستر وغطى على بعض واخر انسجام. الراجل ما صدقش ان في ناس مش لاقيه تاكل ومبسوطه بالشكل ده، لا شايله هم بكره ولا شايله اي حاجه، وهو راكبه الهم من القطن والقصب والبورصه، وهو عنده فلوس كتيره قوي ومش عارف ينبسط زيهم. راح دب بايده في محفظته وطلع ورقه حمراء، الورقه الحمراء دي يعني 10 جنيه. قال له اسمع بقى، انبسط انت ومراتك. تمر الايام 3 سنين، والبدراوي بيه عاشور او باشا عاشور داخل بالعربيه بتاعته على اول العزبه، لقى عركه وخناقه وعفره وناس بتسلك. فطبعا دي قله ذوق ان يكونوا عارفين ان الباشا داخل وتبقى البلد فيها كده، يعني لان العزبه كلها بتاعته، البلد كلها بتشتغل عنده. فدي اللي تفهم. فوقف بغضب، فبص كده لقى مين؟ لقى الفلاح ومراته اللي كانوا بيغنوا من 3 سنين، بيمسكها من شعرها اللي كانت بتفليه زمان ده وبيجرجرها في التراب. فجابهم هما الاتنين، عمل لهم تحقيق في القصر بتاعه. قال لهم ايه الحكايه؟ قال له انا احكي لك يا سعاده الباشا وتشوف اذا كانت تستاهل كسر رقبتها ولا لا. قال له ايه؟ قال له ال10 جنيه اللي اديتها لنا جبنا بيها شويه بيض وشويه حمام وشويه فراخ وشويه ارانب، وبقينا نمر باقفاص على البلاد اللي حوالينا. ربنا ادانا، وال10 جنيه بقت 20، وال20 بقت 30، وال30 بقت 60، وبقينا 100. ولما ربنا ادانا، ده كان بيشتغل بقرش ونص في اليوم، ب45 قرش، بقى عنده 50 و60 جنيه. 50 و60 جنيه، كان الفدان ب 28 جنيه، فال60 جنيه دي كانت حاجه كبيره قوي يعني، ما علينا. راح له قال له ايه بقى؟ قال له ربنا وسع تجارتنا، فبدل ما نشيل اقفاص جبنا عربيات، فانا بسرح بعربيه وهي سارحه بعربيه. الست دي بيشتكيها سعاده الباشا، العربيه بتاعتها كانت فيها حجره، بتحط حجر عند العجله عشان العربيه يعني ما تقف بتحط حجر، فجت تمشي بالعربيه يظهر نسيت الحجره، فراحت زقه العربيه، فالبيض اللي كان على العربيه وقع واتكسر، وش حمامتين طاروا يظهر، ولا بطه وقعت في الترعه، حاجه كده حصلت، يعني في خساره ما حصلت. قال له ها وبعدين؟ قال له انت عاوزني اسكت لها؟ خربت بيتي. قال له خربت بيتك؟ ده انت كنت بتشتغل ب45 قرش في الشهر، النهارده بقيت تحتكم على 60 و70 و80 و100. والبيض اللي وقع ده بكام؟ قال له ب30 40 قرش. ما كانت البيضه بمليم و2 مليم يعني و3 مليم، فبيقول له مش اقل من 30 40 قرش. قال له تضرب مراتك اللي كنت بتغني لها او بتطبل لها لما كانت بتغني عشان 30 قرش. قال له البيض ده يا سعاده الباشا مش نعمه، واللي ما يصونش النعمه ما يستاهلش النعمه. قال له كانت غلطه عمري لما اديتك ال10 جنيه وعملت جريمه، يا ريتني سبتك زي ما انت ب3 تعريفه في اليوم، على الاقل كان زمانك لسه بتغني انت ومراتك. اوعى تفتكر ان الظروف اللي حواليك والفلوس هي اللي هتديلك الامان، انت من جواك. ده في ناس ظروفها يا ولاد مهما احكي لكم على ظروفها اصعب ما تكون
والابتسامة والرضا من هنا لهنا. يقول لك نشكر ربنا أحسن من غيرنا بكتير. خدمت مرة واحدة زرتها في بلد اسمها يا الفرعونية يا كفر الفرعونية، حاجة كده في قروية، كنا بنخدم 10 قرى في المنوفية زمان. الست ما فيش في بيتها حاجة، قفص حاطة فيه الهدمة الشتوي بتاعتها، ودخلت مش لاقي حاجة خالص، بتولع القانون عشان تعمل شوية شاي للخدام، حطب بتولعه فيه. فبقول لها بطبطب عليها كده، بقول لها يا أمي ما انتش عايزة حاجة؟ قالت أعوز حاجة؟ ما انت شايف الخير كتير اهو. أبص خير، أنا مش شايف غير تراب ومصطبة بتنام عليها. ده اللي ما يشكرش ربنا يبقى واقع في البطر. دي في بتوع السودان على الست دي، على القصة بتاعت البدراوي. وفكروا كويس قوي ان الانسان اللي ما عندوش رضا داخلي هو الانسان اللي شايل الهم. وفي ناس كتير وقعت الهم يقول لك طب انا يا ابونا دلوقتي دخل كبير قوي، تقدر تقول لي لو انا سبت الشغلانه ديت وانا ولادي في مدارس انترناشونال بيكلفوني 100,000 جنيه في السنه ممكن اعمل ايه؟ يا عم ربنا مش هينساهم. انت عاتل همهم ليه؟ ده انت ممكن وانت كده يعني بتتكلم تسافر وربنا مش هينسى حد. انت مالك شايل الهم؟ بس تقول لمين؟ فاول علاج للمهموم انه يتعلم انه يرضى، وانه يقابل يوم الصبح بابتسامة فيها بشاشة كده، ان لسه في نفس ولسه في صحة وعنده قدرة على التواصل مع الحياة. ما تخليش الهم يهزمك، اهزمه بابتسامة يومية فيها رضا وفيها شكر ربنا. 2، تاني حاجة ترفع الهم عن القلب حاجة اسمها الإيمان وحياة التسليم. أنا مؤمن إن أبويا يقدر على كل حاجة. وإحنا في أولى ابتدائي كان عندنا إيمان إن كل واحد أبوه ده أكبر رجل في العالم وأهم رجل في العالم. وكنا نقف بافتخار كده، انت باباك انا بابايا ظابط في الجيش ومش عارف ايه، وانا بابايا ظابط في البوليس بيمسك الحراميه، وانت بابايا مدير مش عارف مين. كل بقى العيال بابا ده حاجه كبيره قوي. وكان عندنا الايمان ان مهما كانت المشكله ابويا هيلحقني وهيعرف يتصرف. بس لما الانسان بيكبر وعقله بيكبر وذاته بتكبر يستقل بابوه. ابوه مش هو بتاع الطفوله. الحياه مع ربنا كده. واحنا صغيرين كان عندنا ايمان تلقائي جميل، لكن لما كبرنا ابتدينا نشك. مفيش حاجه هتثبت احساسك بالرضا غير الايمان وتسليم حياتك لربنا. احكي لكم حكايه. مره من المرات قابلت انسان الحقيقه اشهد، بالرغم انه كان علماني، لا كاهن ولا راهب، علماني، ما كانتش فيه حاجه بتاثر فيه خالص، ما يعرفش. عارفين عادي جدا يعني، مهما عايز يقول لك الحمد لله كله هيتحل، في ايه بس انتوا ايه اللي مضايق كله، وهو المصايب ايه دب 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 دب، ما ركبهوش الهم. فانا قربت من الانسان ده، وانا كده لما بلاقي قامات كده احب اتعلم منها، الله ينيح نفسه وراح السماء. فبقول له انت يعني ازاي كده بتتعامل مع الاحداث من غير اي ندعه قلق؟ فراح بص لي قال لي مش كل حاجه في ايد ربنا؟ قلت له اه. قال لي طب ما دام ربنا شايل الدنيا كلها انا احط كتف اشيلها معاه ولا ايه؟ قلت له يعني قال لي الاهتمام الهم لا. وانا عاوز احكي لك حكايه يا ابونا. قلت له احكيها. قال لي زمان كنت انا عايش في السويس سنه 1942 43 وابتديت تجاره معينه ونزلت مصر اشتري بضاعه. في الوقت ده ابويا كان منقول في شغله في اسوان، وكان المهمه بتاعته في اسوان لمده 3 شهور. انا نزلت السويس، من السويس للقاهره عشان اشتري بضاعه يتاجر بيها في او يعني مش عارف كانت ايه تجارته او شغله يعني. وانا في القطر اتنشل المبلغ كله، راس المال اللي نازل اشحن بيه بضاعه اتسرق كله. حطيت ايدي على خدي ومهموم في محطة مصر. ارجع خيبان السويس ولا عدي على اهلي اللي الاسر بتاعتهم كتيرة في شبرا واستلف من كل واحد 5 جنيه، بالرغم ان الجنيه كانت قيمته كبيرة قوي، واحاول انقذ ما يمكن انقاذه واشتري بضاعة ب20 30 جنيه وبعدين ربنا يفرجها من عنده. فوقفت كده بصيت لفوق وقلت له يا رب مش انت
اللي بتدبر الكون ممكن تحل لي المشكله دي. قال لي ابويا فين؟ قلت له في اسوان. وانا وامي واخواتي فين؟ قلت له في السويس. قال لي وانا فين دلوقتي؟ قلت له في محطه مصر. قال لي صدق او لا تصدق، الاقي واحد بيحط ايده على كتفي، ابص الاقي ابويا الجسدي. بابا. قال لي ايوه في. قال له انت مش في اسوان؟ قال له انا جاي مهمه 24 ساعه مش هلحق اجيلكوا السويس وراجع. وكنت بصلي طول السكه ان قابل حد من معارفنا في محطه مصر رايح السويس عشان ابعت الفلوس لماما ولاخواتك. قال له الحقني، ده انا في عرضك، ده حصل مني كذا كذا كذا. قال له طب تعالى بقى انت محظوظ، ده انا كنت عامل جمعيه ب2 جنيه في اسوان وقبضتها وكنت عاوز. قال لي الفلوس انزل هات البضاعه بتاعتك. قال لي من ساعتها عرفت ان لو ربنا عاوز يبعت حاجه هيبعتها وما عتلش الهم. لما بيكون عندك الاختبار الايماني ده يا ابراهيم، ويجي ربنا يطلب منك بعد كده اسحاق، هتقدمه لانك شفت ربنا قبل كده انه عمره ما تخلى عنك. وعشان كده تقدر تشيل الهم بانك تسال نفسك سؤال: في كل حياتي اللي فاتت، في كل حياتي اللي فاتت ما سابنيش، ايه اللي هيخليه يسيبني في اللي جاي؟ احكي لكم حكايه شخصيه كنت متردد بس هقولها لكم. الحكايه دي في اول الكهنوت مرينا بظروف ماليه صعبه جدا. يعني حصلت ظروف كده ان الظروف الماليه كانت صعبه قوي. فاوقات كانت الحاجات بتقل في البيت بصراحه يا ولاد، بتقل. ففي يوم من الايام زوجتي قالت لي حاجه، قالت لي يا بابا مفيش فراخ. ابيض خالص يعني مفيش فلوس. فقالت لي مفيش فراخ. بعدين بنتنا عاوزين نضرب لها الخضار بالفراخ في الخلاط لان عندها سنه لازم تبتدي تاكل بروتين ومش عارفين. فانا الحقيقه ما كانش في ايدي حاجه اعملها، بس كل اللي قلته ربنا يبعت. امام ربنا يا ولاد اللي حصل ده بالآتي: جرس الباب يضرب، فانا لابس الجلابيه السوداء فقمت افتح، يعني ما خدتش ما بين الجرس ضرب لغايه لما وصلت 18 ثانيه. افتح الباب الاقي كيس فيه 6 فراخ. 6 فراخ يعني نجيب الجيران والعيله. ده احنا كان طموحنا فرخه، طموحنا فرخه. ولما رحت حكيت الموضوع ده الاب اعترافي قال لي ربنا عاوز يعلمك درس. قلت له ايه الدرس ده؟ انك ما تعتلش الهم. بيقول لك انا شايلك، مش مرتبك اللي انت كنت بتقبضه قبل كده هو اللي هيشيلك، ولا عشان حصلت هزه في المرتب انك هتشحت. مش هسمح لك، انا هشيلك. والدرس الاهم ان لو ربنا ما بعتش ما تتضايقش. عارف ليه؟ لان هو اثبت لك انه يقدر، مش كده؟ فما دام ما بعتش بعد ما اثبت لك انه يقدر، يبقى عنده حكمه اكبر انه ما بعتلكش. ولازم تفهم ده كده كويس قوي. افهموا يا ولاد، الرضا والايمان علاج تاني ناخده عشان الهم. اجتهد بس اوعى تخلي طموحك اعلى منك، لان الطموح لما يكون اعلى من الامكانيات يجيب الهم. هتقول لي ازاي؟ مثلا انت شاب من اسره متوسطه، معروف دخلها ايه وخروجها ايه وامكانياتها ايه. اوقات بتحصل انك تتعلق بعاطفه بواحده مستواها الاجتماعي اعلى منك ومستواها المادي اعلى منك، فالحقيقه تبقى واقع في مأزق ويركبك الهم ويركبك الغم. انت بنت من اسره متوسطه ولينا امكانياتنا ومعروف حدودنا ايه، وعينك تروح لشاب مثلا في كنيسه غنيه قوي وراكب عربيه ثمنها 3/4 مليون جنيه، وتقول انا اعمل ايه؟ العاطفه مش بايدي، خلاص هو اللي بفكر فيه ليل ونهار. لا، انت هنا اللي جبت الهم لنفسك، لان طموحك اعلى من امكانياتك وما حسبتش حساب النفقه. فعلشان انت ما تجيبش الهم لنفسك، عيش على قدك برضا وربنا يكبرك، بس انت ما ترتقيش فوق ما ينبغي. اقول لكم حاجه تاني، ناس كتيره قوي انا ببقى عارف امكانياتها متوسطه
وبعدين يقول لي بص يا ابونا بارك لي ايفون 7 اس ام ان ما اعرفش اي مش عارف ايه كده حاجات. اقول له مبروك يا حبيبي ده جبته ازاي؟ يقول لي لا ما انا شديت الحزام قوي قوي وبعت 4000 مقدم وبقسط ثمنه على سنه. عشان تقول الو؟ ما ده في ب 500 جنيه بتقول الو، وفي ب 1000 جنيه تقول الو. تجيب جهاز ب 12000 13000 جنيه وتفضل تسدد في ثمنه؟ ده في حاجه بقى اسوأ، الكريدت كارد بقى. البنوك دلوقتي تعمل لك كريدت كارد لو انت عندك 2000 جنيه في البنك، وبعدين يجي يقول لي يا ابونا الحقيقه انا مديون ب 12000 جنيه وراكبني الهم وراكبني الغم ومش عارف انام، والبنك بعت لي المحامي بتاعه وبيقول له هيبلغوني وشؤون قانونيه ومش شؤون قانونيه. طب انت عملت كريدت كارد ليه؟ ما هو يا ابونا احتياجات الحياه اساسيه، صدقني ما صرفت على ترفيه. طب اسالك سؤال، لو انت اساسا ما كنتش عملت كريدت كارد كنت وصلت للمستوى ده؟ ما انت كنت عشت على اللي قدك وعلى اللي معاك. في اوقات كتير قوي انا بسبب طموحي اللي في غير مكانه، بين قوسين طمعي ورغبتي ان انا اعيش تعظم المعيشه، بدخل نفسي جوه دايره الغم وجوه دايره الهم. ارجوك يا ابني، المسيح لما اتولد ما كانش غني، كان بيتقال عليه انه ابن نجار وكان بيشتغل بايديه. احنا بقينا نرفض واقعنا وبقينا عاوزين نعيش في مستوى اعلى من مستوانا. في ناس اعرفها بتعيش ب 3000 جنيه في الشهر، بتدبر نفسها. انا لما اكون مزنوق ما انكسفش ان انا اجيب تمن جبنه بيضه وزبديايه واحده، لان مش هقدر اجيب اكتر من كده. لكن في واحد بيتعنك، انا انزل عشان اجيب من السوبر ماركت زبدايه وتمن رومي ولا تمن هات لي ربع بسطرمه، ربع جبنه، ربع مش عارف مين، وبعدين يقول لك شوف الغلا نازل ب 200 جنيه، ارجع ب 18 جنيه في شويه بقاله. طب مين قال لك تجيب كل ده؟ ما تجيب على قدك يا اخي. في اوقات كتيره قوي انا بسبب سوء تصرفي وطموحاتي اللي اعلى مني بركب نفسي الغم. اخر علاج عشان تروحوا، احترس قانون الحياه وما تستعجلش. يعني ايه؟ لكل شيء وقت ولكل شيء وقت. يعني ايه؟ اوقات بنستعجل قوي، دي ليها علاقه باللي قبليها مش كده؟ فبسبب استعجالنا بنتعب وننهك. زمان لما كانت الناس بتتجوز كانت بتجيب راديو ويعملوا جمعيه عشان يجيبوا التلفزيون الابيض واسود، وبعدين بيكملوا بالراحه بيتهم. النهارده في حد بيتجوز كده؟ لازم كل حاجه تكون كامله. طب ما يا اخي اهدى شويه، وفي امور ممكن اتنازل عنها، لان مش هو ده اللي هيعمل لك السعاده. السعاده انك انت تبقى قاعد مبسوط. بصوا يا جماعه، الفستق تسالي مش كده؟ فستق معرفش بقى بكام دلوقتي، بس هو مستورد فاكيد بقى غالي، يعني حاجه كتيره يعني. والسوداني تسالي مش كده؟ اللي انا عاوز اقوله لكم، ممكن يكون في بيتك فستق ومش عارف تضحك مع اللي معاك، وممكن يكون بيك لبايه واحده، لبايه تضربها كده تلاقي في زنقر الجيب كده تلاقي سقطه كده تقول لبايه، تبقى مبسوط قوي انك اكلت لبايه. افهم انا بقول لك ايه. الرضا والسعاده والقناعه من جوه لبره. عمر ما اللي بره بيبسط، عمر ما اللي بره بيبسط. هتقول له يا ابونا انت بتبالغ. صدقوني يا اولاد، اللي عاوز يصدق يصدق، واللي مش عاوز يصدق مش هيصدق. بس انا بقول لك ان الهم زي السرطان اللي ممكن يقضي على حياتك، وتكتشف كده لما تكون في سن معين وتسأل نفسك ياه انا معظم حياتي كانت تعيسة. هقول لك انت اللي تعست نفسك لانك شلت الهم. بالرغم ان ربنا قال كده يا اخي لا تهتم بالغد، دع الغد يهتم بنفسه، يكفي اليوم شره. في يوم الفرح يا اخي افرح، وبكرة هيحصل اللي يحصل. لكن ابقى انا النهارده عندي حاجه تفرحني واحزن عشان عاتل هم بكره هيحصل ايه. زي ما حكيت لكم، ودي اللي هختم بيها، حكايه البنت اللي عندها 13 سنه. ماما دخلت شويه عمرك كده، مالك يا حبيبتي بدري عليكي، يعني مش وقته يعني. عارفه يا ماما
خايفه لما اكبر ما اتجوزش زي طنط فلانه. وبعدين اتخطبت. مالك مهمومه يا حبيبتي؟ خايفه افك خطوبتي زي زميلتي فلانه. وبعدين اتجوزت، الحمد لله اتجوزت. خايفه يا ماما عشان احنا مأجلين شويه لما يجي الدور ما يجيش البيبي. طيب الحمد لله بقت حامل. مبروك، افرحي بقى افرحي. انا فرحت بس طول الليل ما نمتش، خايفه من الاوتيزم يا ماما. طيب الولد الحمد لله طلع سليم، مين ضمنك في مراهقته يعمل ايه يا ماما؟ لا بقى، ده واحد عامل ندر ندر هيقضيها هم ونكد. ده هنعمل له ايه؟ اشكر، افرح افرح. امبارح راح منك وبكره مش بتاعك، في ايد ربنا الامين عليك. ممكن النهارده تشكر وترضى وتفرح. وزي ما قلت لك ولا زلت مصر ان اللي مش حواليك ولا اللي معاك هو اللي بيقدم، اللي جواك انت هو اللي بينضح على بره. لإلهنا كل مجد وكرم.